ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أنا هاخد ده. ست أم كلثوم يا حبيبي. دي لحمة بجد. يا مساء الورد، لو على الأكل ناوي يبقى روبي مكساوي. معاكم شيف روبي مكساوي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ينعاد عليكم يا رب بالخير. احنا النهارده في مطعم سرايا الشرق. سرايا الشرق في الماظة قدام سوبر ماركت اوسكار وجنب مول تيبولي. احنا مش هنتكلم كتير، يلا بينا يا حلوين. ازيك؟ كل سنه وانت طيب. النهارده في اولى حلقات سر الاكله احنا في مطعم سرايا الشرق. هنقتحم المطبخ على طول. احنا سمعنا ان هم جامدين جدا في المشويات، وبمناسبه عيد الاضحى احنا النهارده هنبقى معانا اللحمه المشويه، هنعرف اسرارها وتكاتها من الشيف في المطبخ. بحب انا التفاصيل الجميله دي، ست ام كلثوم ومكنه خياطه وحاجات جميله كده. لا انا حاسه كده ان الاكل هيبقى جامد، يعني التفاصيل الحلوه دي الاكل هيبقى جامد، والمكان حلو، يعني المكان المطعم حلو قوي وشكله شيك، وممكن نعمل فيه عزومه بشكل حلو قوي، يعني شيك قوي. دلوقتي من قلب الحدث، من جوه مطعم سرايا الشرق. مبدئيا كده المطعم اللي بيرحب بينا جوه المطبخ بتاعه ده مطعم قوي جدا ومطبخ قوي جدا وشيف قوي كمان. احنا معانا شيف سيد، الشيف العمومي للمطبخ بتاع سرايا الشرق. انا وانت طيب. ستات البيوت كلها بتحتار في اللحمه المشويه. عايزين نعرف القطعيه بتاعه اللحمه المشويه عشان خاطر تبقى طريه وطعمها حلو. نجيب ايه؟ هو انضف حاجه بالنسبه للضاني انا بفضل الفخده. تمام. او الريش، ده اسهل حاجه في السوا. بتبقى طريه؟ بتبقى طريه وممتازه جدا. في ناس بتقطع الخروف بيبقى ضد الانسجه. المفروض ان احنا اللحمه نقول للجزار ما يقطعهاش ضد الانسجه. تمام. حلوه تمشي على الانسجه بتاعتها عشان لما تيجي حضرتك اما تيجي تسويها تستوي معايا. تمام. بقى اسرار التتبيله الشرقيه الحلوه بتاعتنا دي. احنا فلفل وملح وجوز الطيب والبصله. والبصله ده تمام. شغال في لحمه بلدي فريش، فمحتاج فلفل وملح فقط لا غير. تمام. مش محتاج اي توابل اضافيه. سمعتوا يا بتوع التوابل، ملح وفلفل بس، مش عايزين حاجه اكتر من كده، ملح وفلفل وبصل. يلا بينا بقى نشوف الطريقه عملي. ده تتبيله الشرقي، التتبيله اللي احنا اتعودنا عليها. ننقع اللحمه في التتبيله دي اللي هي ميه البصل وجوز الطيب والفلفل الاسمر والملح. صح كده؟ ده ما بتقعدش بالظبط 3-4 دقايق وبتاخد تيست عالي جدا. نار هاديه قوي ولا نار عاليه عشان ما تشعوطش منه؟ تمام. وبالظبط بتقعد ربع ساعه على النار. ربع ساعه بعد ما تطلع. بعد ما فلفل تستوي ابيض او فلفل اسمر وملح. ده تيست اعلى. حلوه دي، حلوه. لان هي قعدت في التتبيله كام 3-4 دقايق. ايوه صح، عندك حق. فانا ما بموتهاش من التتبيله قد ما بديها تيست. تمام. في التبخير ده. تمام. ودي حاجه جديده ناس كتير ما تعرفهاش يعني. حلوه التكايه دي. بيعملوا العيش بنفسهم. بصوا حلاوه العيش، لوز العنب فظيعه. انا هاخد ده. دي قشطه اللي فوق الوش دي. حاجه جديده هم عاملينها. ده عجينه بيتحط فيها روزماري فريش وبيتحط فيها المشاوي. واو. مع بصل وبقدونس. ده بيبقى تيست عالي جدا وبتخش الفرن بعد كده بالزعتر. بعد ما يتشوي. بعد ما يتشوي فعلا. وهيبان قدام قوت. مكان حلو قوي يا جماعه، والقعده شيك قوي وظريفه جدا. يعني بص انا قاعده كروبي انبهرت صراحه. كل اللي فات بقى ده كوم، واللي جاي ده كوم تاني. ده عامله زي الفطير، تحفه. شميني الريحه من الكاميرا. مبدئيا كده مليانه لحمه. دي لحمه بجد، هي ما قعدتش بالتتبيله كتير بس طعمها رائع. انا كشيف روبي ما احبش الرز المعمر اللي هو الملزق في بعضه المعجن ده. بس الرز بقى هنا الحبايه بحبتها. السمنه البلدي باينه فيه قوي بجد يا جماعه. ده اكل. الشوربه بتاعتنا الحلوه دي. حلو حلو. اوبا، الكلام الجامد بقى. انا اشتريت الطاجن العظمه ده. بصوا بقى، لا واللحمه دايبه فيه والصوص رايق كده ومش قالب لطبيخ. لا الموضوع كبير. لا بصوا اللحمه يعني، لا بجد حاجه عظمه. انا اشتريت خلاص. نخش على السلطه بقى. هي جميله بس كنت اتمنى ان هي تبقى زي السلطه بتاعت عربيه الفول. نيجي بقى للحظات الحاسمه. المنيو. انا شايفه سندوتشات بتبدا من 35 جنيه
واقصى حاجه 70 جنيه في الساندوتش. في وجبات بتبدا من 100 جنيه و90 جنيه. انا فكرت الاسعار دي اسعار قديمه، فانا بسال الشيف دلوقتي من شويه قلت له الاسعار دي جديده؟ قال لي الاسعار دي بتاعت اليومين دول. سرايا الشرق الاسعار بتاعتهم فظيعه بجد يا جماعه. هتجيبوا كل العيله تاكلوا وتشربوا وتتبسطوا وهتدفعوا كلام فاضي. اكل التست بتاعه رائع فظيع، لازم تجربوا. وهشوفكم المره الجايه وحلقه جديده من سر الاكله وشيف روبي مكساوي.